بيت الشيخ حسن. القصة واقعية لواحد من أكتر البيوت المهجورة رعب بالشمال السوري. بهاي الحلقة من حكايتي وحكايتك رح تاخدكن الكاميرا لداخل بيت تركته عيلة كاملة بليلة واحدة بدون ما يرجعوا وبدون ما ياخدوا شي. أنا سامي، مصور وثائقي من ريف حما، وبال2019 كنت عم دور على بيوت مهجورة بسوريا لنصور عنها فيلم. بس يلي صار لما وصلت على بيت الشيخ حسن ما كان في فيلم، كان كابوس حقيقي. من همسات غريبة لظلال بتتحرك لحالها لصوت أطفال عم يطالبوا بشي مستحيل. هي القصة مو بس عن بيت، هي عن باب مفتوح على عالم لازم يضل مستر. كل شي بلش برسالة واتساب وصلتني من رقم مجهول. إذا بدك توثق شي فعلا روح على بيت الشيخ حسن بقرية الكنايس جنوب إدلب. أنا ما كنت سمعان بهالقرية من قبل، دورت عنها طلع إنها شبه مهجورة من سنين. بس الغريب البيت لسه واقف واللي فيه مو طبيعي. أثاث كامل، تياب بالغرف، أكل بالمطبخ، حتى شاحن الموبايل لساته موصول بالكهرباء، كأنه العيلة كانت قاعدة وراحت فجأة. قلت لازم شوف بعيني، جهزت كاميرتي ورحت. البيت كان فوق تلة صغيرة، طابقين، أحجاره قديمة بس متماسكة، الشبابيك مفتوحة والستائر عم تتحرك. الجو كان ساكن وما في صوت ولا طير. فتحت الباب ما كان مقفول. دخلت وصدمتني النظافة والترتيب، السجاد ممدود، كاسات عالطاولة وغبرة ما في. حسيت إنه في حدا طالع قبل شوي. بلشت صور بالكاميرا، لفيت الصالون والمطبخ وطلعت عالطابق التاني. كل شي متل ما هو، بس فجأة حسيت بشي وراي. التفت بسرعة بس ما في حدا. راجعت التسجيل بعدين وبالثانية 13 طلع لي ظل عم يمر من آخر الممر، وأنا متأكد إني كنت لحالي. بعد يومين رحت على قرية تانية قريبة وقابلت شيخ كبير بالعمر. سألته عن البيت وجاوبني. الشيخ حسن كان إمام معروف بس حياته انقلبت. بنته الوحيدة ماتت فجأة وزوجته بعدها بشهرين بحادث رهيب. من وقتها حبس حاله بالبيت وما عاد حدا شافه. بعدين خفف صوته وهمس لي، في ناس بتقول إنه حاول يستدعي روح بنته وإنه انفتح باب البيت، باب بين عالمنا وعالم تاني. الجيران أكدوا إنه بلشت تصير شغلات غريبة، صوت قرآن بيتلى بصوت صدى، شبابيك بتنفتح وبتتسكر لحالها، مي بتنقط من الحيطان رغم إنه البيت ناشف. وبليلة شتوية ولاد الشيخ حسن تركوا البيت فجأة وما رجعوا، ولا حتى الشيخ. باليوم الثالث من التصوير كنت بقلب البيت عم راجع اللقطات. فجأة الباب تسكر بقوة، الكهرباء انقطعت رغم إني مشغل بطارية خارجية، والأغرب كاميرتي رغم إنها كانت مطفية سجلت صوت أطفال وهن عم يهمسوا، رجعونا رجعونا بس نكمل آيتنا. حسيت كل شعر جسمي وقع، ما سألت ولا فكرت، هربت طلعت ركض وما رجعت. بعد أسبوع حاولت أتواصل مع واحد من ولاد الشيخ على الفيسبوك، بعتله أنا صورت بيتكم وفي شي لازم تعرفي، بس الرسالة ما انقرأت. وبعد أسبوعين انحذف الحساب، وبعدها وصلتني رسالة جديدة من رقم تاني. يا سامي لا تتعمق أكتر من هيك، بعض البيوت ما لازم تنفتح لا بعد موت ولا قبل. بهديك اللحظة حذفت كل الفيديوهات، بس بليالي معينة لما يكون البيت هادي وبكون لحالي بسمع الصوت، نفس الهمسات، نفس الطلب ونفس البرودة. مو كل شي بالحياة لازم نفهمه أو لازم نوثقه. في أماكن، في بيوت، في قصص لازم نضل مسكرة نتركها بحالها ونكفي طريقنا. بيت الشيخ حسن مو قصة رعب، هي تحذير إنه الفضول ممكن يفتح أبواب ما بتنقفل أبداً.